فاكر انك شاطر وبتعرف تحوش؟ الغلطه اللي بتعملها ممكن تدمر تحويشة عمر. ايه هي؟ وهل انت كمان بتحول غلط غير ما تعرف؟ ده اللي هنناقشه في الحلقه دي. السلام عليكم يا اصدقائي ابطال الوعي المالي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتور محمد حسين في برنامجكم ريتش هابتس بالعربي. النهارده جاي اكلمكم عن واحده من الاخطر الاخطاء الماليه اللي اغلب الناس بتعملها وهي فاكره انها بتعمل الصح. خطأ بيكلفهم ثروات وبيخليهم يجروا ورا الفلوس طول عمرهم من غير ما يعرفوا ليه. الخطأ ده ببساطه هو انك بتحوش غلط. كتير مننا اتربى على فكره حوش قرشك الابيض ليومك الاسود، وانك لازم تبقى ماسك في فلوسك، والمفهوم ده صحيح في جزء منه، لكن في جزء تاني هو كارثي. ليه فلوسك بتتبخر بغير ما تحس؟ ده اللي اتكلمنا عنه في الحلقه اللي فاتت، اللي هو التضخم. طب ليه بتحويشك ده ممكن يكون هو اللي بيسرق منك اكتر؟ ده سر حلقه النهارده. فاكرين لما قلنا ان كل حلقه هي قطعه من بازل الحريه الماليه؟ في الحلقه الاولى عرفنا ليه فلوسنا بتخلص قبل اخر الشهر، في الثانيه كشفنا سر التضخم اللي بياكل فلوسنا، والنهارده دي قطعه البازل رقم 3، ودي واحده من اهم القطع اللي هتغير نظرتك للفلوس 180 درجه. هات فنجان قهوتك وركز معايا جدا جدا جدا، عشان بعد الفيديو ده عمرك ما هتبص للتحويش بنفس الطريقه تاني. يلا بينا يا جماعه. اغلب الناس لما بنقول حوش اول حاجه بتيجي في بالهم هي اني اشيل فلوسي في درج او في علبه تحت السرير او في حساب بنكي عادي بفايده قليله جدا. المشكله انك لما بتعمل كده انت بتكون بتعمل غلطه قاتله. انت بتفقد قيمه فلوسك ببطء بس بكل تاكيد. تخيل معايا انك بتجري ماراثون، لو فضلت ماشي ببطء شديد لدرجه ان الارض نفسها بتتحرك اسرع منك في الاتجاه العكسي، هل هتوصل لخط النهايه؟ طبعا لا. انت بتتحرك بس بترجع لورا. في نفس الوقت نفس الشيء مع الفلوس اللي بتحوشها غلط. انت بتجمعها، لكن التضخم اللي اتكلمنا عنه بياكل في قيمتها كل يوم. لو حوشت 100,000 جنيه في درج، بعد سنه قيمته الشرائيه ممكن تبقى 80 او 70,000 جنيه. انت خسرت. الناس بتحس بالامان لما بتشوف رصيدها بالكاش كبير، لكن الامان ده وهم كبير. ده امان عددي بس، مش امان حقيقي لقوه الفلوس دي وقدرتها على شراء احتياجاتك بكره. وده بالظبط اللي الاغنياء بيعرفوه واحنا لا. الادخار مش وحش في المطلق، الادخار مهم جدا، بس الاهداف محدده وقصيره المدى. الهدف الاساسي للادخار انك تكون معاك سيوله او كاش في ايدك وقت ما تحتاجها باقل مخاطره ممكنه. لمصلحه ايه؟ اول حاجه صندوق الطوارئ او الامرجنسي فند. دي اهم حاجه، لازم يكون معاك سيوله تغطي مصاريفك الاساسيه من 3 ل 6 شهور، ايجارك، اكلك، فواتيرك، عشان لو لا قدر الله حصل اي ظروف طوارئ، فقدت وظيفتك، عيا، حادثه لا قدر الله، ده امانك الوحيد في الظروف دي. تاني حاجه اهداف قصيره المدى. عايز تشتري موبايل جديد بعد 3 شهور، عايز تدفع مقدم شقه بعد سنه، عايز تسافر رحله الصيف الجاي. دي كلها اهداف محدده ومحتاجه سيوله قريبه. طب سؤال مهم، فين تحوش؟ في حساب بنكي عادي او حساب توفير يديك فايده بسيطه، او حتى شهاده استثمار قصيره الاجل جدا. الهدف هنا هو الامان والسيوله، مش تحقيق ارباح ضخمه. الادخار هنا عامل زي بركة مية صغيرة انت محتاجها عشان تتوضى، عشان تشرب منها، عشان تسقي الزرع اللي جنبك دلوقتي. هي مش مصدر للنمو، هي مصدر لاستخدام مباشر. هنا بقى بيتغير اللعب. الاستثمار ده قصة تانية خالص. الهدف الاساسي للاستثمار ان فلوسك تشتغل ليك وتنمو بشكل يفوق التضخم، عشان تحقق اهدافك المالية الكبيرة على المدى الطويل وتوصل للحرية المالية. لو الادخار كان بركة مية صغيرة، فالاستثمار ده عامل زي حديقة كبيرة أو غابة. أنت بتزرع بذرة صغيرة اللي هي فلوسك، بتسقيها وتراعيها، يعني بتستثمرها صح. بعد فترة البذرة دي بتكبر لشجرة ضخمة بتجيب لك ثمار كتير اللي هي أرباح ومكاسب. إيه الفرق الجوهري هنا؟ أولا المدى الزمني. الاستثمار دايما طويل الأجل، 5 سنين، 10 سنين، 20 سنة أو يمكن أكتر. تاني حاجة المخاطرة والعائد. في درجة من المخاطرة أكيد، بس قصادها في فرصة حقيقية للعائد الكبير اللي يخلي فلوسك تتضاعف نفسها وتتغلب على التضخم. تالت حاجة الهدف هو بناء ثروة حقيقية، تحقيق الحرية المالية، وتعمل نفسك دخل سلبي، شراء بيت الأحلام، تأمين مستقبل أولادك. تستثمر إيه؟
اصول حقيقيه ومنتجه زي الاسهم بتاعت الشركات القويه مش مضاربه اللي اتكلمنا عنها. تاني حاجه العقارات. تالت حاجه الذهب والفضه كدروع حمايه من التضخم. رابع حاجه انشاء مشروع خاص بيك لو عندك فكره وخبره. القاعده الذهبيه هنا لو فلوسك مش بتزيد اكتر من نسبه التضخم سنويا يبقى فلوسك قيمتها بتقل، والاستثمار هو الحل الوحيد اللي بيخلي فلوسك تكبر اسرع من التسريب ده. دلوقتي فهمت الفرق. ايه الخطوه الجايه؟ ازاي اطبق ده في حياتي؟ الخطوات العمليه عشان تبدا صح. اول حاجه ابني صندوق طوارئك اولا. ده لازم يكون اولويتك سيوله كافيه تغطي مصاريفك الاساسيه من 3 ل 6 شهور، وده يكون في مكان امن وسهل الوصول ليه عند الحاجه. تاني حاجه حدد اهدافك الماليه، شراء بيت، تامين تقاعدك، تعليم ولادك. كل هدف لمده زمنيه ومحتاج استراتيجيه مختلفه. تالت حاجة ابدأ تستثمر فورا في الأصول الصح. بعد ما بنيت صندوق الطوارئ أي فلوس زيادة عايز تحوشها لأهداف طويلة المدى حولها لاستثمارات حتى لو مبالغ صغيرة زي ما اتكلمنا قبل كده الدولار كوست افريجنج. الأهم إنك تبدأ. رابع حاجة راجع أهدافك ومحفظتك باستمرار. الحياة بتتغير وأهدافك بتتغير، خليك مرن. تذكر يا صديقي التحويش الغلط هو إنك بتجمع فلوسك وتخلي التضخم ياكلها. الادخار الصح هو الأهداف قصيرة، والاستثمار الصح هو اللي بيضمن لك مستقبل مالي افضل. التحكم في فلوسك بيبدا من فهم الفرق ده. انت دلوقتي معاك مفتاح جديد من مفاتيح الحريه الماليه. لو الفيديو ده فتح عينيك على حاجه جديده او غير تفكيرك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه لو لسه ما عملتش. ده بيساعد المحتوى يوصل لاكبر عدد من الناس اللي محتاجه المعلومات ديت. واكتب لي في التعليقات تحت كنت بتحوش غلط ولا صح، وايه اول خطوه هتعملها النهارده عشان تبدا تستثمر صح. شاركني رايك. انا دكتور محمد حسين، اشوفكم في الحلقات الجايه عشان نكمل بناء بازل الحرية المالية خطوة بخطوة. خليك غني وغير عاداتك المالية. السلام عليكم.